السلام عليكم، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم سأتحدث عن هذا الكتاب غوى لعمر الروديني. هذا الكتاب عبارة عن مذكرات لشاب أصيب بمرض ثنائي القطب لمدة 5 سنوات تقريبا، ودون هذه الرحلة الشاقة بتفاصيلها المؤلمة المخيفة في هذه المذكرات التي تقع في حوالي 80 صفحة تقريبا. كان فيها صريحا وجريئا، حكى فيها ما وقع له في الظلام والجنون دون خجل، واعترف أنه وجد صعوبة في سرد قصته حينما أصيب بهذا المرض وغاب عنه عقله. بداية سأعرف بهذا المرض ثنائي القطب. هو عبارة عن اضطراب وجداني يعرف أيضا باسم الاكتئاب الهوسي، وهو اضطراب نفسي يخضع فيه المريض لفترات من الاكتئاب الشديد وفترات من ارتفاع المزاج والابتهاج بشكل غير طبيعي. بدأت عوارض المرض مع هذا الشاب، فصار يجري لمسافات طويلة دون معرفة الاتجاه، يتحدث مع السماء لفترات طويلة، لا يفرق بين الجهة اليمنى واليسرى. ثم تطور الحال، وادعى النبوة وأن العالم سيدمر إن لم يتبعوه. صار يرى أشخاصا وهميين ويسمع من وراء الجدار أصواتا. ثم تطور الحال أيضا، فصار يكسر كل شيء أمامه. يقول: كان المطبخ هو المكان المفضل للتكسير، كنت أحاول تفريغ طاقتي الغاضبة بتكسير الأشياء، ويبدو أنني لم أترك شيئا يستعصي على الكسر، حتى قلب أمي. بداية قام بمعالجته مجموعة من الأطباء الشعبيين، وأخفقوا في تشخيصه. أحدهم قال أنه شاب مدلل يحتاج إلى الزواج، وآخر عالجه بالضرب. مارسوا عليه عدة تجارب. يقول: لا يمكنني نسيان تلك الشهور 3 التي كنت قابعا فيها في غرفتي، ويرتاد المعالجون والأصدقاء الغرفة كما لو كانت مقهى شعبي على قارعة حي قديم. بدأ يتطور هذا المرض ثنائي القطب حتى أصبح حادا. ظن أنه مات، وبدأ يتصرف وكأنه ميت فعليا، وصارت تصرفاته تقوم على أساس واحد، وهو أنه في الجنة. وبدأ يبحث عن الرسل والشهداء والصديقيين والأموات السابقين. يقول عمر: من جرب الهوس يعرف جيدا معنى أن تطير وأنت في مكانك. بدأ بعد ذلك يتعالج في المستشفى ويستخدم بعض الأدوية. يقول: كان أمامي خياران في الحياة، إما أن أستسلم بأن أكون مرميا على سرير المصحات، أو أن أواجه الحياة، ولقد اخترت المواجهة. كانت قوته في الدقائق الأخيرة، وساق ما تعلمه واستفاد من هذه الرحلة المريرة في نقاط ختم بها هذه المذكرات، وعاد بعد ذلك إلى دراسته بعد انقطاع. الجميل في الأمر أنه نظر لهذا المرض نظرة إيجابية مختلفة، عبر عنها بقوله: ماذا لو ذهبت للزاوية الأخرى؟ ماذا لو تخيلت حياتي دون أن أصاب بهذا المرض؟ ستكون الحياة عادية والتفاصيل مملة، سأكون نسخة مكررة ل1000 شخص آخر يسكنون في مدينتي، و1,000,000 في المملكة، و1,000,000,000 في الخارج. هذا المرض تجربة، والتجربة رأس مال الحياة. هذه جولة سريعة أردت من خلالها أن أعرف بهذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أشكركم على المتابعة، وتصبحون على خير.